هل منتخب مصر الحالي هو منتخب محمد صلاح؟ بعد مباراة مصر وموزمبيق الناس ابتدت تتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي، والحقيقة صاحب النصيب الأكبر من الانتقادات كان محمد صلاح. وده لأن دايماً بيطلع أخبار من وقت للتاني إن صلاح هو اللي بيتحكم في التشكيل واختيارات اللعيبة، وإنه بيجيب صحابه. وده غير كمان إن اتقال وقت كيروش كان صلاح هو اللي جايبه، ده غير صديقه المفضل عمر جابر اللي جه عليه فترات كان بيلعب أساسي في المنتخب، مع إن كان في أسماء أكبر منه بكتير وقتها. وهنا بقى الجمهور المصري بيحط علامات استفهام كتير وبيسأل: هل فضيحة محسن صالح بتتكرر من جديد؟ واللي ما يعرفش إيه اللي حصل لما محسن صالح درب المنتخب بعد كابتن الجوهري، إحنا هنقول لكم حالا أهو. في الوقت ده يا سيدي كان ميدو هو الكل في الكل، والمحترف اللي بيلعب في توتنهام وجاي المنتخب يكسر الدنيا. مكانته يعني كانت زي صلاح دلوقتي. والغريب والعجيب إن المنتخب كان في أسوأ حالاته، مع إن كان في أسماء كبار وقتها، إلا إن لما مشى محسن صالح وجه حسن شحاتة ابتدت تتسرب أخبار عن إن اللي كان بيحصل أيام محسن صالح وهو إن ميدو هو اللي كان بيحط الخطة وبيختار اللعيبة كمان. علشان كده كان المنتخب واقع. وبعد موقعة حسن شحاتة مع ميدو ابتدت انطلاقة للجيل الذهبي في تحديد شخصيته وفرض أسلوبه على كل إفريقيا، بل وعلى منتخبات كبيرة كمان زي إيطاليا والبرازيل. وده لأن الكلمة الأولى والأخيرة كانت كلمة المدرب، ولما ميدو غلط اتعاقب، وبقينا بنشوف محمد زيدان اللي جاي من أوروبا قاعد على دكة وبيتفرج على زميله حسني عبد ربه اللي بيلعب في الإسماعيلي وهو نازل أساسي مع المنتخب. فكان المنتخب في أعظم فتراته الفنية بسبب حسن شحاتة. أما بقى رحيل حسن شحاتة وعودة محمد صلاح ابتدى يكون في نجم أوحد للمنتخب، وابتدت الشارة تتسحب من أحمد فتحي واستبعاده عن المنتخب علشان صلاح يلبس الشارة، مع إن في ناس أقدم منه. وابتدى يطلع كلام إن صلاح بيحط التشكيل وصلاح بيجيب أصحابه وصلاح بيختار المدرب. والأصوات دي ما طلعتش إلا بعد تدخل محمد صلاح في موضوع عمرو وردة، وقال لو عمرو اتعاقب وما لعبش أنا مش هلعب. والغريبة إن العقوبة اتشالت من على عمرو وردة بعد ما المدرب بنفسه هو اللي كان مقرر يعاقبه. انتوا بقى تفتكروا المنتخب باظ بعد الجيل الذهبي بسبب رجوعنا للنجم الأوحد زي بالظبط ما كان بيحصل أيام ميدو؟ وهل فعلا الفترة الذهبية للمنتخب كانت بسبب إن حسن شحاتة طفى نجومية ميدو؟ وتفتكروا لو حسن شحاتة موجود دلوقتي كنا ممكن نلاقي مثلا محمد صلاح في نهائي إفريقيا قاعد دكة لزيزو علشان زيزو جاهز أكتر من صلاح؟ ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.